استاذ احمد جلال الناقد الرياضي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو واهلا بكل المشاهدين. الواقعه اللي حصلت في مباراه السوبر يعني دي ما بتغيرش في النتيجه، انما وضعها ايه؟ الحقيقه ان كلنا شفنا ان حصل صدام، ويعني الشناوي كان عايز يطلع الكوره بره علشان محمد عبد المنعم وقع في يعني ارتطام مع فخر الدين يوسف لاعب بيراميدز. فمحمد الشيبي لحق اللي هو الباك رايت بتاع بيراميدز المغربي، لحق الكوره وعمل سبرنت وعمل كوره عرضيه، لكن طلع الاهلي ضربه ركنيه اعتقد او رمي التماس، وانطلق كالسهم محمد الشناوي وعلي معلول قرروا يعاقبوه. ويعني عايز اقول لك ان محمد الشناوي ما شاء الله عمل سبرنت 45 متر عشان يوصل للاعب، وواضح جدا ان محمد الشناوي طبعا تعرض بالاعتداء للاعب. اداله ركبه كده. وبرضه علي معلول يعني برضه تعدى عليه، لكن علي معلول ضربه بايده عادي، ضربه بالقلم على خده الايسر. ماشي ماشي. انا ما جبتش حاجه، لا الصوره اللي قدامنا. لا وفي الفيديو، سيبك من الصور، الفيديو كلنا شفناه. انا بتكلم الصوره المحركه الفيديو. والحكم بينهم شايف. طيب اللي حصل ان الكابتن محمود البنا فضل اشتباك، لكن يعني ما حدش خد انذارات من اللي تم اتهامهم في الواقعه. يعني ما حدش او ذكر في التقرير اي حاجه، ولا هيذكر في تقرير محمود البنا اي شيء يتعلق بكلا اللاعبين، لان اذا حصلت ادانه للشناوي او معلول طبيعي ان هم ياخدوا اجراء. كل المحللين التحكيميين قالوا على الاقل لازم حد منهم ياخد انذار، علي معلول او محمد الشناوي، او يعني يحصل طرد كمان لمحمد الشناوي، لان هو خد السبرنت الطويل ده ودخل في لاعب بيراميدز محمد الشيبي. هذا الامر لم يذكر في تقرير الحكم، يبقى دي اول حاجه ممكن ان يعاقب عليها لاعب النادي الاهلي او لاعيبه النادي الاهلي. طب الجزئيه الثانيه تتعلق بتقرير مراقب المباراه. هناك ثلاثه تقارير بس استاذ عشان نفرق بينهم، في تقرير حكم الملعب، وتقرير مراقب الحكام، وتقرير مراقب المباريات. تقرير حكم الملعب بيبقى فيصل كبير قوي في تحديد عقوبات، اذا كانت هناك عقوبات انضباطيه اللي هتاخد من 4 بقى ل6 ماتشات ل8 لاكثر من ذلك. تقرير مراقب المباراه يساعد ويساهم كثيرا في هذا الامر، ويتعلق بامور قد تحدث اثناء او قبل او بعد اللقاء او خلال الاحتفالات مع المشاهدين. بس انت بتقول لي ان كل التقارير دي لم ترى القلم بتاع معلول. التقرير الثالث بس عشان اكد مع حضرتك، تقرير حكم المباراه، تقرير مراقب الحكام، هذا الرجل لا يعني الا بتقييم التحكيم فقط لا غير، ولا علاقه له باحداث المباراه. طيب تقرير حكم المباراه ما ذكرش اي حاجه، بدليل ان هو ما اداش اي عقوبه اداريه للاعبين المذكورين معلول او الشناوي، وما طردهمش. طيب يبقى فاضل تقرير مراقب المباراه، اذا ذكر فيه اي امر يتعلق ب اساءه احد. لا غير التقارير، هو مش اتحاد الكره ده شاف الماتش وشاف الصور وشاف الفيديو وعنده لجنه انضباط؟ ما هو دي النقطه بقى المفصليه. هشرح الحته دي بشكل واضح ومفصل. انا دلوقتي بكتب تقرير مراقب المباراه او تقرير حكم المباراه وحضرت ادانه لمعلول او الشناوي او اي لعيب، ومثلا اديته ماتشين او 3، العقوبه هتكون فين يا استاذ عمرو؟ في مباريات السوبر اللي بعد كده، يعني يعني كمان 10 سنين يعني. تقعد 3 سنين بقى براحتك تتعاقب. طب ليه؟ لان اللائحه عندنا لائحه العقوبات التي اقرتها لجنه المسابقات. لا هي سيبك من العقوبه، هي بس فكره انه ما ينفعش كده، يعني ما ينفعش حد يضرب حد بالقلم، يعني ما ينفعش. سيبك من انه هيقعد 3 سوبر ما يلعبش، يعني مش دي القضيه، بس برضو انه الاتحاد في البلد دي يقول للناس انه الاشياء اللي بتحصل ديت بيتم تطبيقها على كل الانديه. هي دي بقى النقطه المفصليه. اذا حدثت عقوبه انضباطيه يبقى مين اللي هياخدها؟ او مين اللي هيحيل الامر؟ اما اتحاد الكره يحيل الامر، او لجنه المسابقات تقول لك العقوبه اللي هوقعها على اللاعبين ما اقدرش اطبق اكثر من 3 ماتشات او 4 ماتشات، وانا محتاج قرار. والله زمان كان النادي الاهلي داخليا جواه بيقوم هو بعمل الحاجات دي. طيب انا بقى هسال بقى حضرتك سؤال، انا بقى حلت لجنه الانضباط، هي لجنه الانضباط دلوقتي وضعها ايه؟ مطعون في شرعيه، ده مرفوع عليها قضيه. يبقى اذا غلت يديها وما تقدرش تاخد قرار في اي حاجه، بدليل ان القضيه بتاع الكهرباء لجنه الاستئناف قالت انا مش هقدر اطعن فيها، ووقفت التنفيذ لحين الفصل في الطعن المقدم من النادي الاهلي امام محكمه القضاء الاداري مستعجل. فاذا فكره العقوبه يعني نستنى بقى يعني كتير على ما يعني نلقى لها صاحب يعني بصراحه.